هذا هو صوت الإذاعة الإسرائيلية من القدس. الساعة 2:30. أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في حوالي الساعة 2 ظهرا بدأت القوات المصرية. تواردت أنباء من بيروت عن أن 30 طائرة ميج سورية تشتبك مع الطائرات الإسرائيلية على الجبهة الشمالية الآن، وبعد مرور أكثر من 25 عاما على حرب أكتوبر عام 73. كل ما أتذكره عندما كنت طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات، أمي التي كانت تبكي في المطبخ عندما تم الإعلان عن أسماء القتلى والمفقودين، ووالدي الذي عاد من الجبهة بعد فترة طويلة وكان يعاني من كوابيس تؤرقه طوال الليل. كان يحلم بسيناء وأصدقائه الذين تم دفنهم هناك في الرمال، ولحسن حظه وحظنا أنه نجا بمحض الصدفة من سيارته، وهكذا ظل على قيد الحياة بعد معركة المزرعة الصينية في ليل 15 من أكتوبر عام 1973. هذه قصة كتيبة مظلات احتياط. كان أفرادها في عام 1973 بالغين وكبار ولديهم عائلات، لكن بصفتهم ثعالب حروب محنكين بدأوا في البحث عن الحرب، وقد قابلوها أخيرا بقوة وثمن لم يعرفوهما من قبل. وحتى وقتنا هذا لم يتحدثوا مع أحد عما حدث لهم في تلك الليلة، كما لو أنه صندوق أسود ظل مغلقا حتى الآن. في الوعي الإسرائيلي العام تعتبر معركة المزرعة الصينية من أشهر معارك حرب يوم الغفران. وصل 3 ممن اشتركوا في هذه المعركة إلى أماكن مرموقة، منها تمنوا أن يديروا دولة إسرائيل بعد 25 عاما على تاريخهم المشترك في هذه المعركة. هم اللواءات احتياط يهود باراك وأمنون ليبكين شحات وإتسيك مردخاي، وقد حضروا المراسم السنوية لإحياء ذكرى شهداء كتيبة المظليين. بعد يومين سيمر 25 عاما على حرب يوم الغفران، وكل مرة نحتفل بها أتساءل من أين أتت روح القتال هذه لقوات كتيبة المظليين في ظل وجود الراحل عوزي يائيري وعموس يارون وأمنون ليبك شحاك ويايا ودورون وشاول مفاز وإيهود باراك، ومجموعة من المظليين الذين كانوا على رأس المعركة وكانوا العنصر الرئيسي الذي غير وجه الحرب. على مسافة خطوة واحدة للوراء خلف الجمهور في هذا المكان يرقد في هدوء قدام أفراد المظلات. أصدقاء والدي الذين كانوا في المزرعة الصينية قبل اندلاع المعركة بيوم واحد كانوا 70 فردا، لقوا حتفهم على أيدي قوات الجيش الثاني المصري. أمير كارن كان قائد سرية استطلاع في حرب 73، ومنذ انتهاء الحرب يعمل على رعاية الأرامل وتخليد ذكرى شهداء قوات المظليين، وهو لا يريد أن يتحدث عن جروح هذه الحرب. هؤلاء الرفاق لم يتوجهوا للعمل السياسي وليس لديهم أي مطامع للحصول على منصب رئيس الحكومة، حتى أنهم لم يحققوا أي مكاسب من معركة المزرعة الصينية. كل ما يرغبونه هو نسيان ما حدث في تلك الليلة، وهكذا يعتبرون أنفسهم الحاضرون الغائبون فيما يتعلق بمعركة المزرعة الصينية. أنا لا أقول أنه لا يجب استجوابهم وأنه لا يجب إجراء تحقيقات كما ينبغي أو عدم التعلم من الأخطاء، لكن ما أريد أن أقوله هو أنه لا أحد يرغب في الحديث عما حدث في المزرعة الصينية. ليلة حالكة السواد على كل من عاشها. إنها ليلة عصيبة تثير مخاوف البعض ولا يرغبون في الحديث عنها،
ولا يفضلون أن ينسدل الستار على هذه القصة للأبد. كان لي صديق كنت أظن أقصى من عرف أكد لي أنه لم ينام ليالي طويلة خلال عامين بعد حرب 73. ما هو شعورك حين يقول لك ابنك أنه لا يستطيع أن ينام بسبب ما قد حدث؟ ناتان شوناري قائد كتيبة استطلاع رفض الحديث عن هذه الليلة لمدة 25 عاما، وقد سافر طوال تلك الفترة إلى الصين كملحق زراعي، والآن وافق على العودة للمشاركة في هذا الفيلم. كان من المفترض أن يتم تصوير الفيلم في صحراء سيناء في المزرعة الصينية في ليلة 15 من أكتوبر، وكان سيتم جمع جنود مصريين وإسرائيليين سويا. ניסיתי לשחזר, ניסיתי לחשוב מה אתם רוצים. حاولت أن أعاود التفكير فيما أنا عليه الآن. وماذا بعد؟ أنا شخصيا لا أعرف الهدف الحقيقي للفيلم. ماذا تتوقع أن يحدث؟ وفيما تفكر؟ هل تفكر في أي من ذلك؟ ما حدث في سيناء كان قاس جدا، فهذا لقاء صعب للغاية. سوف نرى، سنقابل أحياء وأموات ممن نعرفهم. ميخا بن عاري هو أبو حرب العصابات الإسرائيلية، فقد قاد عمليات خلف خطوط العدو مشيا على الأقدام دائما في الليل ليتأكد من تحقيق عنصر المفاجأة للعدو. عندما كانت هناك حاجة لتشكيل دورية استطلاع جديد أو تنفيذ عملية خاصة، دائما ما كانوا يستدعون ميخا، وقبل يوم الغفران خلفه ناتان شوناري في قيادة الكتيبة، وأصبحت كتيبة مميكنة وكبيرة للغاية، وتم استدعاء ميخا للخدمة في الموساد في أوروبا وكردستان. كل هذه الأجيال ليس جيلي فقط، وإنما من تلانا، كل هؤلاء، والدك وكل هؤلاء الأفراد. بعد ذلك وحتى حرب الأيام الستة ظل كل ذلك في أذهاننا حتى كبرت معتقداتنا وتفكيرنا، وكان الحوار يدور عن حماية الدولة وسكانها. גדל והתקדש שמי רבה לעלמה, בברא קירותה וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרב משיחי בחייכון ובימחון. كان نوح كينيرت من سكان كيبوتس كينيرت قد فقد ابنه شين في لبنان بعد مرور 21 عاما على معركة المزرعة الصينية. خدم كينيرت كمساعد ل3 وزراء دفاع هم إسحاق رابين وشيمون بيريز وإتسيك مردخاي. قد يكون ذلك جزءا من القصة، ولكن الناس لا يعلمون شيئا عن معركتك لأن رجالك لم يخبروهم شيئا عنها، ربما تخوفا من الإفصاح عن ذلك أو جرح أحد، ولم يعلم أحد بقصتك حتى الآن. أنا لا أرى أنها كارثة وطنية. ماذا حدث؟ أنت ترى بعد 25 عاما ما زالت هناك فرصة. إنها ليست قصة تراجيدية، فلا أحد يشعر أنه مظلوم، وكل من نجا من هذه المعركة مستعد لتجاوزها. كل ما نعرفه أننا أنهينا هذه المعركة هناك، ودفنا أصدقاؤنا وقمنا بعلاج المصابين، ولا زلنا لم يتبقى سوى الأرامل واليتامى، ولا يجب أن نذكرهم بآلام من جديد. ولم أتوقف عن القتال منذ ذلك الحين. تربيت منذ الطفولة على أسطورة جيل الوحدة 101، ولذلك فإن حرب يوم الغفران هي أكبر أسطورة تربيت عليها. كنا نظن دائما أننا الأقوى وأن أحدا لا يستطيع هزيمتنا. ذهبنا إلى سيناء للقتال برشاشات طراز عوزي، وكنا نرى طلقات في الليل لا تصيب هدفها وتسقط على الأرض، وترى سواتر ترابية تتصدى لطلقاتنا النارية. هكذا أرسلونا إلى مواجهة جيش كان أكثر جاهزية منا. كل هذا يحدث أمامك في ليلة واحدة، يا لها من صدمة. قوات المشاة والمظليين وغيرهم تم التخلي عنهم مقارنة بالجيش المصري، حيث كان كل جندي مصري مجهز بصورة كاملة وأفضل بكثير من أي جندي مظلي إسرائيلي.
حيث كان المصريين يحاربون في الحرب القادمة ونحن نحارب في الحرب السابقة. אריק, ערב טוב. ערב טוב. אתה מתכוון לתגבר את לוביה לקראת ההתקפה? לא, אני מתכוון לתגבר. עם אמנון? בשום פנים ואופן לא. אז אני אומר לך לתגבר אותו. בשום פנים ואופן לא. תדע לך שזה יהיה ביצוע הפקודה. באמת, עזוב אותי מהדברים האלה טוב. אז תדע לך שאני מודיע לך לפוקד עליך לתגבר אותו. ففي القدس خلال حرب الأيام الستة كانت هناك معارك إنقاذ ضارية، وكانت هناك العديد من النقاط القتالية الشرسة، وإجمالا كل هذا انتهى وخلال 6 أيام تم احتلال كل شيء. في الواقع أنت لم تتصور حجم هذه المعركة. لا أحد يمكنه أن يفعل ذلك، ولكن الصورة بدأت تتضح فيما بعد في النقاط الحصينة والوحدات وانهيار الخطوط الدفاعية أمامنا. متى سقطت فرقة مدرعات؟ لقد كانوا متأكدين من أن بيرين سيعبر قناة السويس في ذلك التوقيت ويتم حسم الحرب. لم يكن أحد يعرف ما نواجهه، لا أحد. كل ما كنا نراه هي دبابات محروقة في هضبة الجولان والجرحى بجوارها، وشاهدنا طائرات تحلق وصواريخ سورية تضربها، شيء لم تكن تراه من قبل. اكتشفنا على الفور أنها ستكون حرب مختلفة، فقد كانت الحرب مفاجئة للجميع. بالنسبة لي كان الأمر غريب، لأنه بعد حرب الأيام الستة كنت واثق من أنني لن أرى قتال كهذا، حيث أن حرب الاستنزاف لم تكن حرب بالمعنى الكامل، وكأطباء لم نرى أي حرب في هضبة الجولان، ولذلك كنا مشتاقين للذهاب إلى هناك كما قلنا. اتصلت أنا وميخا بإيريك شارون وسمعنا أن هضبة الجولان فقط تحت السيطرة، وعلمنا أنهم بدأوا الهجوم واستعادوا القنيطرة، واستطعنا الاتصال بالقوة. ولا تسألني كيف، فأنا لا أتذكر. وقلنا لديك كتيبة، ولا نعلم ما السبب في ذلك، ولكن هذا ما حدث. استطعت الاتصال بإيريك شارون وأخبرته أننا نتمركز في الرملة بوسط إسرائيل، وأننا كتيبة مشاة على مستوى عال، وهناك كتيبة أخرى هنا. فأجاب قائلا: أنا في حاجة لكل جندي مشاة أستطيع الوصول إليه، وطالبهم بالحضور إليه فورا. لقد خضنا عدة أيام من القتال، واجهنا أوقاتا عصيبة. لقد اعتمدت على جنود وقادة الفرقة الأولية، لكن علاقتي برجال المظلات كانت قوية. المجموعة التي كانت تركب عربات الجيب توجهوا إلى سيناء، أما نحن الذين كنا نركب المجنزرات فقد تم نقلنا جوا. ربما يكون قد نقلوا العربات الجيب أيضا جوا، لا أتذكر جيدا، ونقلونا إلى ريفيديم. كنا نركب طائرات نقل طراز هركليز ونضع مركباتنا الخفيفة لتصل إلى ريفيديم، وكانت بجوارنا طائرة وظلام يحيط بنا. لا أتذكر إن كانت تابعة للخطوط الجوية الإيطالية أم غيرها. كان ركابها يرتدون ملابسهم الرسمية، حيث كانوا مسافرون لخارج البلاد. كانت هذه مقابلة غير عادية. وطرنا إلى ريفيديم وهبطنا هناك، وتعرضنا لنيران المدفعية والقوات الخاصة والكوماندوز. وأول شيء قمنا به هو الانتشار حول الميدان من أجل الوصول لهناك، وكان من المتوقع هجوم أفراد الكوماندوز في أي لحظة. وصلنا إلى ريفيديم في الليل، وفي غداة اليوم التالي سبقونا إلى الجانب الشرقي لممر متلا. رأينا في السماء مقاتلات من طراز سوخوي تتقدم نحونا وتطلق علينا صواريخ من طراز فروج،
ورأينا في ريفيديم عشرات الدبابات محطمة وموضوعة على جانبها ومدافعها مدلاه لأسفل، فعرفنا على الفور إن هذه المرة ليست كالمرات السابقة. قمنا بالتدريب في منطقة تاسع وجلسنا بجوار شارون انتظارا لصدور الأوامر، وحينها خطط على الفور للاقتحام بين الجيشين وقال إنكم ستنضمون لأمنون راشف قائد اللواء 14 مدرع وأنتم جنود مشاة، وهذا هو ما يحتاجه. في صباح يوم 15 أكتوبر كان هناك فريق عمليات الفرقة، حيث كان يعمل مع اللواء العامل تحت قيادتي 14 والذي كان يخطط للقيام بعبور القناة. وهناك التقيت ناتان وميخا الذي لحقوا بوحدتهم، وعلى الفور طالبتهم بالانضمام بوحداتهم للوائي. بالنسبة لي من تجند قبل عملية قاداش عدوان 56 كانت هذه الأسامي رموزا، وكان لي الشرف أنهم كانوا ينتمون للواء 14. توجهنا لإريك شارون. أنا أتذكر عندما وقفنا في قاعدة تاسع التابعة للمؤخرة وهو كان يأخذ قسطا من الراحة وكان يحظر أن نوقظه. انتظرنا وبعد الظهر دخلت عليه وقلت مرحبا، ماذا لديك؟ فأخبرته بالموقف وبأننا لدينا حافلة، فأمر على الفور شخص ما بإخراج مجموعة من جنود المشاة من المركبات وتسليمنا 8 مجنزرات. توقفنا عند مجموعة من المركبات المدرعة تنتمي للقوات الميكانيكية. كنا في غاية السعادة وقفزنا خارج العربات المدرعة. أنا أتذكر أنهم كانوا سعداء وقفزوا من المجنزرات لمجرد الفرار، لدرجة أنهم تركوا أمتعتهم الشخصية حتى لا يشاركوا في هذه المعركة. بالنسبة لنا كوحدة فقد دفعنا ثمنا أغلى من الآخرين، على عكس الوحدات الأخرى. لم نخترق في الوادي، فقد كنا على الجبهة في المكان المطلوب. ولماذا الاختباء؟ نحن لم نختبئ، ولكن بعض الوحدات حاول قادتها حمايتها من خلال إبعادها عن ساحة المعركة، ولكن قادتنا كانوا على استعداد لتنفيذ أي مهمة، وكان لذلك ثمن باهظ للغاية. لم يكونوا مجموعة من الأبطال بل أبطال مجبرين، مجموعة فعلت الأمور التي كان يفترض بها عملها. لم نذهب لأماكن لم يكن هناك حاجة لوجودنا فيها، فقد عرضنا تقديم خدماتنا في كل مكان. عرضنا ذلك في هضبة الجولان لرفائل وفي أي مكان يمكننا، وسمعنا وعلمنا بأمر القضاء على وحدات أخرى. في مركز قيادة الفرقة تلقينا أوامر بأن نتحرك مع حلول الظلام واحتلال الضفة القريبة حتى نمكن قوات المظلين، ثم بعد ذلك المدرعات من عبور القناة وتوسيع دائرة الاتصال. على الجانب الآخر لم يكن هناك ما توقعناه. قد كانت معلوماتنا بأن هناك جيشين مصريين ولم نكن نعلم ماذا يعني ذلك. وأبلغونا بوجود بعض قوات المدفعية وأنه يجب تطهير المنطقة جيدا حتى يمكن وضع جسر عائم للمشاة غدا لتتمكن القوات من عبور القناة إلى الجانب الآخر. تلقينا أوامر بالذهاب وتمشيط المنطقة لصد جماعات مصرية كانت تعوق نشر الجسر المائي في منطقة محور طرطور. الحرب تعني الحياة أو الموت، ويكون هناك قائد يخطط لك تحركاتك ويبلغك بأنه سيتم إدخال كتيبة أو سرية مشاة، لأنه توجد هناك قوات مشاة مصرية مزودة بأسلحة مضادة للمدفعيات ويحرق كل الدبابات الإسرائيلية. ماذا سنقول؟ إننا سنذهب ونحاول أن نقصيهم من هناك. أحد الأمور التي أبلغونا بها مسبقا هو أن محور طرطور مهم لوضع الجسر العائم، حيث أن هذا الجسر كان لا يمكن لفه، وحتى نحدد له خط مباشر كان ذلك يبدأ بمحور العقرب. كان من المفترض أن يبدأ من محور العنكبوت ثم يستمر عبر محور طرطور، وهكذا كان بالإمكان الوصول مباشرة للقناة. في نقطة ما على هذا المحور أتذكر أن ناتان قام بجمع قادة القوات وأطلعهم على خريطة توضح المكان الذي سيتوجهون إليه ليلا، وحينها قلت أن الاحتمال الأكبر للإصابة هو ناتان وباقي أفراد الكتيبة. وحينها توجهت للشمال، ولكن لم تكن لدي مركبة قادرة على عبور هذه الرمال. لم يكن لدي سوى عربات
تحمل مدافع وأسلحة، وظللت أسير وراءهم حتى علقت المركبة بالرمال، وقلت لناتان إنني الآن بمفردي، فقال لي اختار ممرض واحد واقفز على إحدى المجنزرات واحضر معنا. سرنا جهة الغرب لساعات طويلة، وصلنا إلى محور ميركوري، وهو محور يلتف حول محور العنكبوت الذي كان مغلقا، وتمركزنا في مكان قريب من مفترق طرطور ليكسيجون، وهناك علمنا للمرة الأولى معنى الحرب، حيث كانت كل الطرق والمحاور مغلقة، كانت دباباتنا تحترق. وتذكروا أنه من بين كل هذه الانفجارات جاء جندي مدرعات تعرفت عليه في وقت لاحق، واكتشفت أنه كان أحد تلامذتي منذ 3 سنوات، وقال وهو يبكي أنه أصيب وأنهم يفرون بسبب هول الانفجارات، وكانت قواتنا تهرب لأنها تعلم مدى قوة ما يحدث أو سيحدث بعد ذلك. صراحة لقد كنا نتعامل مع مشكلة معقدة، لقد كنا هناك منذ البداية، ولذلك فقد فهمنا أنه كان هناك تجمعا كبيرا للقوات. لقد بدأت المشاكل بالفعل مع أمنون ريشف حيث توجه جهة الشمال، وأول مواجهة له كانت في منطقة طرطور ليكسيكون. وصلنا إلى محور ليكسيكون الذي يمتد على طول القناة، واتجهنا شمالا، وهناك تقابلنا لأول مرة مع أفراد كتيبة شاكيد الذين كانوا مدمرين. لم نكن نعلم من هم، ولكننا رأينا مركبات محترقة بالكامل. دائما ما كنت أصف ذلك المنظر بأنه موقف تشعر فيه بأن رائحة الحرب المتفحمة تتسرب إلى داخلك، ثم تشعر بالخوف أثر ذلك. لقد كان ضوء القمر في تلك الليلة ساطعا، وكنا نسمع باستمرار أصوات طلقات المدفعية، وكنا نرى دباباتنا محترقة على امتداد الطريق. إضافة إلى ذلك كنا نرى بطاريات إطلاق الصواريخ من عيار 155 و157 ملي محترقة ومهجورة، ولقد كان الهواء ممتلئا برائحة الجثث المتفحمة والدخان، وكانت الروائح غير جيدة بالمرة. أقودها في التأخر، وكان ذلك التأخر بسبب نقص في الوقود، وتعثرنا نتيجة لذلك لبعض كيلومترات، وهكذا كان الأمر. علقنا، وقد مرت علينا أثناء توقفنا القوات العسكرية الأخرى المرافقة لنا. وهل هذا هو ما أنقذ حياتك؟ نعم، لقد مرت علينا مركبات المجموعة المرافقة لنا وهي ممتلئة بالرجال، وأراد بعض رجالي وليس كلهم أن يرافقوهم، إلا أنني أجبرتهم على البقاء في عربتنا كما هم، وقد كان ذلك سبب في نجاتهم جميعا. أوسنات زيبيل كانت زميلتي في الدراسة بالمرحلة الابتدائية، ولم أرها منذ أن قتل والدها يحيئيل في المزرعة الصينية. أتذكر أنني كنت دوما أريد أن أسأل وأفهم. لقد كان المرجع الوحيد الذي أمتلكه لمعرفة ما حدث في ذلك اليوم هو موسوعة إسرائيل الأمنية التي حصلنا عليها خلال أحد أعياد الاستقلال، والتي تذكر ضمن صفحاتها المزرعة الصينية. لا أعرف أن والدي قد قتل في المزرعة الصينية. ماذا تعرفين عن المزرعة الصينية؟ لقد كنت دوما أود معرفة ما حدث، إلا أنني كنت أخجل من السؤال، ولذلك فقد كان والدك هناك، وكذلك كان أمير كيرين.
لقد كنت دوما في الخلفية ولم أجرؤ قط على السؤال لسببين: أولهما خوفا من أن ذلك سيجعلني أنخرط في البكاء ويسبب لي الكثير من الارتباك، والسبب الثاني أن التحدث عن ذلك كان يعتبر من المحظورات، كما لو كان الأمر كوصمة عار لا يجب كشفها. في موسوعة إسرائيل الأمنية تقرأ لنا أسناد عن معركة المزرعة الصينية. في وقت متأخر من ليلة ما كانت قوات المظليين النظاميين تشارك بالفعل، إلا أن المعركة التي قتل فيها والدها غير مذكورة في كتب التاريخ. لقد كانت معركة من أجل البقاء، حارب فيها الكل من أجل النجاة بحياته. ودخلت مركبات المظليين إلى المحور وقاد نتان هذه القوات، وفي وسط المحور كانت توجد الدبابات الإسرائيلية المحترقة، وساد جو من التوتر في الأجواء، وكانت ألسنة اللهب الصادرة من الدبابات المحترقة تضيء ظلمة الليل، وكان السكون الذي يسبق وصولهم بمثابة الهدوء الذي يسبق العاصفة. وصلنا إلى منطقة القناة التي وقعت فيها المعركة الكبرى للدبابات، وكنا منتظرين هناك في انتظار الأوامر من أمنون. في حوالي 2:00 مساء أعطيت الأوامر لكتيبة نتان بأن تتولى أمر منطقة المحور. لقد كانت المنطقة ممتلئة بقوات العدو، ومن الصعب رسم صورة لما رأيناه. لقد كانت مثل غابة من الأعداء. المئات والآلاف من الجنود المصريين كانوا يجرون في كل مكان ويطلقون النيران. كنا مضطرين لدخول منطقة المحور لتنفيذ مهمتنا. لم يكن ذلك سهلا، لأن الدبابات التي حاولت ذلك كان يتم تفجيرها، وقد نجح إيلان على ما يبدو في القضاء عليها واجتاز المحور. وحين ذاك بدأنا في الركود نحو الأمام وعبرنا النقطة، وحينها تعرضنا لإطلاق نيران كثيفة. لقد تسرعنا في دخولنا المنطقة، وكان ذلك خطأنا الأول، لأننا كنا نعتقد أن تلك النقطة خالية بالفعل من الأعداء وأننا سنعبرها بسهولة. وكان خطأنا أننا دخلنا المنطقة وأثناء مرورنا لم نكن نعلم أي شيء. لقد أدركنا أننا لسنا في طريقنا لمجرد قطع مسافة داخل الصحراء المصرية. كنا وسط أكمنة نصبها الآلاف الجنود المصريين. في البداية بدأ المصريون في استخدام ما لم نعرفه من قبل، فقد رأينا فجأة قرات من الصواريخ كانت تتحرك بصورة بطيئة في البداية، لم تكن تتحرك بسرعة أو في خط مستقيم، مخالفة لما هو معتاد من الصواريخ الموجهة. جلسنا بجانب مركبتنا، وأعتقد أننا تحركنا لمسافة 1 كيلومتر، ومررنا بجوار دبابة جلعاد المحترقة، وتم ضرب مركبتنا بصاروخ من طراز ساجر. لقد رأيت لهب يتحرك محدثا صوتا، وأدركت أنه صاروخ ساجر، وطلبت من السائق أن يسرع. تمكنت من القفز، ولكن بصورة غير سليمة، وبعد ذلك بدأ تدفق النيران بصورة كبيرة من كل الآليات. لقد كنا على بعد أمتار قليلة من الشرق، وعندئذ بدأت أسمع دوي المدافع، وهذه المركبة تلقت صاروخ ساجر أو ربما قذيفة مدفعية، وحينها طارت في الهواء. لقد خرجنا من منطقة إطلاق النيران، وحاول ناتان الحصول على مساعدة من القيادة الرئيسية للواء، إلا أنهم كانوا جميعا منشغلين بأمور أخرى ولم يستطيعوا تقديم العون لنا. هل تتذكر مكالمات ناتان لك؟ نعم. ماذا تتذكر عنها؟ دعنا من هذا. كانت النيران تطلق بصورة كثيفة من كل جهة. لقد شعرت أن الطلقات تنطلق وتبعثر كل حبات الرمال من حولنا، وكنت أفكر فقط في الوقت الذي سوف تصيبني فيه طلقاته. وفجأة سقط إحداهما فوقي، وظل هكذا قرابة نصف الليل، وهو يردد لمرات قد تصل 2000 مرة كلمة واحدة. كانت تلك الكلمة هي النجدة. وحينها نظرت إلى التلال وتساءلت أنا أيضا متى سيتم إنقاذنا. لم يتوقف عن ترديد ذلك طوال الليل. لقد كنت أقوم لأتفقد المصابين وأعود إليه فأجده يردد نفس الكلمة، وكان بداخلي إيمان بأن هذه الصلوات يجب أن تأتي بثمارها. سير بسار سير بسار أنو לא הופתענו. כוחותינו נערכו כנדרש כנגד
הסכנה. כאן יש מזהה כמות גדולה של כוחות בתנועה לכיווני. כאן שלוש יורים עליי משלושה כיוונים, ויש תנועת אויב לכיוון ציר קראוז לעבור. כאן חומוס, אני אומר שנית, אויב לוחץ אותי חזק. אני לא רוצה לעזוב את המקום שלי. אני רוצה שתבוא תקפורת, אם זה אפשרי יבוא. כאן שלוש רות, האויב חתר מכיוון צפון, והוא זה שירה עליי. אצלי בכביש יש הרבה נפגעים עבור. שתיים, כאן חומוס, האם אתה עולה לעבור? כאן שתיים שלילי, אני כדי לך לך לעבור. لقد حاول ناتان مرارا أن يكتشف ماذا حدث لبقيتنا. لم نتلقى أي اتصال ولم يكن ذلك جيدا. لقد انتظرنا ولم يأتي شيء. لقد نزلنا من مركباتنا وانقطع الاتصال بين المركبات، وبعد ذلك أعطيت الأوامر لكل المركبات. لقد أمرت جميع الرجال بأن ينزلوا من مركباتهم ويتجهوا جنوبا. لم نكن نعرف أين كنا، لم يوجهنا أحد، ولم يكن أي منا يمتلك خريطة، فقد كان الأمر مخالف لكل ما تدربنا عليه. لقد أدرنا ظهورنا للمصريين ثم هربنا. عندما يتم إخبارك بأن هناك مصابين وتسمع نداءاتهم فكيف يمكنك التصرف؟ لقد كان الأمر مشكلة حقا، وعندما كان يصل الجرحى كنت أرفع رأسي لأراهما ولا أستطيع النهوض من الخوف مما أراه. ولكن عندما تجد الجرحى أمامك وأنت الطبيب وترى كل من حولك وهم يراقبون قيامك لمساعدتهم لأنه ليس هناك من سيقوم لنجدتهم قبلك، كنت أصرخ فيهم بينما أنا أقوم من موضوعي: لماذا لا تقوموا أنتم أيضا وتساعدوهم معي؟ لقد بدأت ضربات المصريين في إرهاقنا، وبدأنا في تنظيم صفوفنا وظللنا هناك، أنا والدكتور هداس وجندي آخر، إضافة إلى 2 من الجرحى. حمل الدكتور هداس والجندي الآخر أحد الجرحى، حيث أصيب ذلك الجندي بشلل ولم يكن يقدر على السير. كان يقول: لا أستطيع تحريك قدمي. حاولت تحريك قدمه حيث كنت أعتقد أنه مصاب بصدمة المعركة لأنني لم أرى أي جرح. وفجأة بدأ القصف حولنا من كل الاتجاهات. حينئذ وجدنا أنفسنا نواجه المأزق، فمن ناحية أجده هو يتوسل إلي ألا أتركه، ومن جهة أخرى أجد المصريون يقتربون والنيران تطلق بصورة كثيفة، ولكن في هذه اللحظة لا يمكنك التفكير. لقد أصيب الجندي الذي كان يحمله الدكتور هداس في رأسه ولقى حتفه، فتركناه هناك ووصلت أنا مساعدتي للجندي الآخر. لقد كان الأمر صعبا حقا. فجأة الجنود أمامي
لا أدري كيف حدث ذلك، فقد وجدت أعدادا من المصريين فجأة أمامي، ربما كانوا على بعد 100 أو 150 أو 200 متر، وكانوا يطلقون النار علينا، كانوا يصيحون ويرددون اقتلوا اليهود. وما زلت أسمع تلك الصيحات على مدار 25 عاما الماضية. لقد تم إنقاذنا حقا على يد مجموعة ناتان، فعندما شعر ناتان أنه بمفرده بدأ في العودة. أصيبت المركبة التي كانت وراءنا، عندها قام ناتان شوناري بالربط على كتفي وقال لي: ميخا شقيقي هناك، لقد قتل أخي هناك. هل كان بعيدا عن مجموعتك؟ لا، لقد كان في المجموعة الرابعة مع إفشاي. أنا كنت أعرف أخيه أيضا، فقد أخبرتك أننا كنا بمثابة عائلة كبيرة. لم أعرف ما كان علي فعله، فقلت هيا بنا نعود. وفجأة سمعنا صوت المركبات قادمة نحونا من الشمال، وأعتقد إنها آتية لمساعدتنا. استدرت خلفي ورأيت النيران والدبابات تتطاير في الهواء، ورأيت المشاة المصريين، وحينئذ قلت ليس هناك كثيرا يمكننا أن نفعله هناك، علينا إنقاذ أنفسنا، لأننا إذا واصلنا فسوف نقتل أيضا. ناتان الذين عادوا بعد أن تمت محاصرتهم في الشمال، ومن الجيد إنهم لم يتقدموا بصورة أكبر، وإلا كانوا قد قتلوا جميعا. أعتقد أن ناتان قد مر بوقت مريع وصعب، إلا إنه شخص شديد الانطواء، وأعتقد إنه قادر على التغلب على ذلك. في الواقع فإن كل ناقلة جنود أدارت حربا خاصة بها وحاولت النجاة بنفسها. لقد كانت أوامر ناتان في اعتقادي أنه على كل جندي أن ينسحب بمفرده. ثم جاء يامو مع شخص آخر أو 2، ونزلوا من ناقلة الجنود وقالوا سوف نقوم بتغطيتك، استمر. لقد كنا في ناقلة الجنود، ولذلك فقد نزلنا منها وبدأنا في إطلاق النيران، وكان لدي حائيل سلاح كلاشينكوف، قد كان ذلك السلاح الثقيل الذي معنا، ونحن كنا مسلحين برشاش عوزي. ثم فقدنا الاتصال مع يامو ورجاله، واستمر هو في القتال مع بقيتهم. بعد مرور حوالي ساعة أو 45 دقيقة، وفجأة سمعنا أصوات وابل من القذائف بالقرب منا، وكان هناك تناثر للرمال. وبعدما رفعت رأسي ونظرت حولي، أصبح من الواضح أمامي أنني أصبحت وحيدا. يامو ظل وحيدا حيث قتل جميع رجاله، ومسلح بصاروخ أمريكي من طراز لاو كان قد حصل عليه فقط في الليلة الماضية. لقد لاحظ أنه يواجه كتيبة مصرية كاملة تصوب النيران نحوه. تظاهر بأنه ميت وقرر إطلاق الصاروخ والنجاة بنفسه. أطلقت الصاروخ وشعرت بانفجار شديد في النصف الأسفل من جسدي، ولم أهتم بذلك الأمر، وقمت بالزحف قاصدا العودة إلى مكاني. وبعد فترة قصيرة أدركت أن هناك شخصا لا أروق له، لقد أحرق اللهو العادم حزامي وبنطلوني وملابسي الداخلية. He said, he looked at me, was like that. As he could not believe, he said, we cannot stop them. We cannot stop them.
We lost from my division about 300 killed and around 1,000 wounded. And all of us, from soldiers to the divisional commander, we all were fighting there. It was maybe the most terrible night I ever seen. لقد كنت أعمل في مكتبه لبيع الكتب وظهر أمامي كتاب، وبينما أنا أفتحه وجدت فيه قصيدة للنوريد زارحي. بدأت في قراءتها ووجدت نفسي أنخرط في البكاء. لن أسامحهم أبدا بشأن ما حدث لوالدي ولن أنسى أبدا، ومهما مر الزمن فلن أنسى.